رايحين الكنيسة بكرة، رايحين الكنيسة بكرة. أيوة يا توتة، يلا نحضر لبسنا. يا ماما الحقيني، يا ماما النار قطع، الحقيني. اهدي بس يا توتة، أنا جاية جنبك أهو. أنا خايفة، ما انتي عارفة إني بخاف من الضلمة. أنا جنبك أهو، ما تخافيش، اهدي. انتي عارفة احنا رايحين الكنيسة بكرة ليه؟ بكرة عيد الصليب. عارفة يا توتة، الكنيسة بتحتفل بعيد الصليب مرتين في السنة، مرة يوم 17 توت، ومرة تانية يوم 10 برمهات. الصليب ده هو قوتنا. يلا يا توتة نرشم الصليب عشان نحس بالأمان. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. وقولي كمان معايا: يا صليب ربنا يسوع احميني ونجيني. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. يا صليب ربنا يسوع احميني ونجيني. ياه، أنا بعد ما رشمت الصليب حسيت إني مش خايفة. أهو يا توتة النور جه. النور جه، النور جه. أنا بقى لازم أعرف سر قوة الصليب. قوليلي بقى إيه سر قوة الصليب، لأني بعد ما رشمته حسيت بالأمان. سر قوة الصليب إن اللي اتصلب على الصليب ده هو ربنا يسوع الإله القوي. الصليب بيستمد قوته وكرامته من ربنا يسوع اللي اتعلق عليه ومات علشاننا كلنا. زمان الرومان جابوا صليب وصلبوا عليه ربنا يسوع، وجابوا كمان لصين وصلبوهم على صليبين، واحد ناحية اليمين والتاني ناحية الشمال. وبعد 200 سنة أشكرك يا رب يسوع إنك سمعت صلاتي، وابن الملك قسطنطين آمن بيك وبقى مسيحي، وأنا هنفذ وعدي ليك. هروح أورشليم وادور على الصليب اللي اتصلبت عليه وابني كنيسة للصليب. صباح الخير يا جلالة الملك قسطنطين. صباح الخير يا أمي جلالة الملكة هيلانا. أنا وعدت ربنا يا ابني إن أسافر أورشليم وادور على الصليب اللي اتصلب عليه ربنا يسوع علشان نتبارك بيه، وابني كمان كنيسة للصليب هناك. ايه رأيك؟ فكرة جميلة يا أمي، أنا كمان هبعت معاك الجنود وكل اللي تحتاجيه في السفر. شكرا جدا يا جلالة الملك. فعلا سافرت الملكة هيلانا أورشليم ومعاها الجنود، وقعدوا يسألوا أهل أورشليم عن مكان الصليب، لكن محدش كان عارف مكانه لغاية ما حد دلها على راجل كان عجوز جدا. من فضلك انت اكيد عارف مكان الصليب اللي اتصلب عليه ربنا يسوع، عشان انت عايش في أورشليم من زمان قوي. ايه مكان الصليب ده من زمان قوي، بس انا مش هقدر اساعدك. انا متأكدة انك تعرف مكان الصليب. انت لو ما قلتليش على مكانه دلوقتي هتشوف مني اشد عقاب. اهل أورشليم كلهم قالوا لي انك انت اللي تعرف مكان الصليب، وانا مش هسيبك غير لما تقولي على مكانه. مش هقدر اساعدك. يا حراس، خدوا الراجل ده حطوه في السجن وامنعوا عنه الاكل والشرب لحد ما يعترف ويقول على مكان الصليب. خلاص هقولك يا جلالة الملكة، الصليب موجود تحت كومة التراب الكبير اللي هناك ده، لأن اليهود فضلوا زمان طويل يرموا عليه تراب وزبالة لغاية ما بقى كوم كبير قوي، وده لأنهم كانوا غيرانين جدا
من العجائب اللي بيعملها قبر السيد المسيح، فاتفقوا يجيبوا كل التراب اللي بيكنسوا بيه بيوتهم ويحطوه فوق القبر، وكمان الرومان عملوا جنبه معبد للآلهة بتاعتهم. يا حراس، شيلوا بسرعة كل التراب ده وطلعوا الصليب. يا جلالة الملكة، احنا لقينا 3 صلبان مش صليب واحد. ياه، 3 صلبان خشب. يا ترى انهي صليب هو صليب ربنا يسوع؟ ارشدني يا رب من فضلك علشان اعرف انهي صليب هو صليبك. هاتوا الميت ده واحنا نعرف انهي صليب المسيح. حطوا الصليب الاول على الميت وما حصلش حاجة. وبعدين حطوا الصليب التاني وبرضه ما حصلش حاجة. لكن لما حطوا تالت صليب المجد ليك يا رب، المجد ليك. الميت قام من الأموات، هو ده صليب ربنا يسوع. أدي باسم الثالوث الحي رب الصباؤوت، ونصيح جميعا بأعلى صوت شرنك وبإستغرس، لما أراد الملك الديان أن يظهر صليبه بالإيمان، دبر تدبيرا بالإحسان شرنك وبإستغرس، ظهر للملك قسطنطينوس بعدها لك دقلديانوس، وكان محبا لاسم إيسوس شرنك وبإستغرس، أبواب الكنائس فتحهم وبيوت البرامي هدمهم، وأهلك جميع من يتبعهم شرنك وبإستغرس، أرسل عساكر في الوديان ينادوا فيها بالإيمان، وأهلك جميع عباد الأوثان شرنك وبإستغرس، خطر عليه حرب البربر، فجمع جيوشا مع عسكر، وقام بالليل وهو يتفكر شرنك وبإستغرس، صدرت له في السماء علما مثل صليب مع إرشادك، وأوحي إليه في الرؤيا شرنك وبإستغرس، خيرا يا ملك الأفراح، أعمل صليب على رؤوس السلع